ازيكم يا جماعة؟ من فترة كنت حطيت بوست على لينكد ان بسأل فيه الناس بتستخدموا إليمنتور ولا بريكس؟ انهي بيج بيلدر بتستخدموه اكتر؟ وكانت الردود بأكتر من 90% بيستخدموا إليمنتور. طبعا انا عايز اقول لكم ان إليمنتور هو beginner friendly، تمام، مفيهوش مشكلة. بس المشكلة بتيجي لما يكون عندك بروجكت كبير وما تلاقيش ان انت عندك صلاحيات تعمل الحاجات اللي انت عايزها، ما عندكش الفلكسبيليتي دي. فلازم هنا تتجه لبيج بيلدر يكون بروفيشنال، يديك التولز ويخليك يعني الفلكسبيليتي اللي انت عايزها كلها عشان تبني الحاجة اللي انت محتاجها. فمن هنا كنت عايز اعمل المقارنة دي لبريكس مش إليمنتور. فخلينا نبدأ كده اوريكم حاجة سريعة عن الاول. انا هعمل 3 حاجات في المقارنة دي. اول حاجة انا هكتب pure HTML كود هنا و CSS عشان نطلع النتيجة اللي احنا عايزينها. وبعد كده هعملها في بريكس، وبعد كده هعملها في إليمنتور. طبعا زي ما احنا شايفين هو إليمنتور حط لي هيدر وحط لي بيج تايتل، انا ما طلبتش كل ده. دي بيج بلانك خالص جديدة، اول حاجة شفتها هو ده كده. بريكس بيج فاضية خالص عشان احنا لسه ما حطيناش هيدر في الموضوع. فخلينا نبدأ كده ان احنا نقول احنا عايزين نعمل ايه. المقارنة ما بين الاتنين بيج بيلدرز هتكون في نقطة واحدة بس، وهي هنحط element. element دي هي هيدر بس مكتوب فيه مثلا hello world، بس كده مفيش اي حاجة تاني. فهنشوف بقى كل واحد فيهم هيعمل نستنج الكام element عشان اوصل للنتيجة اللي انا محتاج اوصل لها بالبيور كود اللي انا هكتبه دلوقتي. طيب، حاجة سريعا عشان بس أحب أوريكم الريفرنسز اللي احنا هنتكلم بيها. في حاجة اسمها semantic elements في ال HTML، وهي زي ما احنا شايفين كل الحاجات دي. طبعا مش هما دول بس، في 100 تقريبا أو أكتر، بس دي الحاجات الدارجة اللي احنا على طول بنستخدمها. وليه بنستخدم الحاجات دي؟ علشان السكرين ريدرز والاكسسبيليتي والحاجات دي كلها لازم نكون متوافقين معاها، ولازم نساعد الناس ان هي لو حد ما بيشوفش او حاجة لازم يكون السكرين ريدرز والبوتس بتاعت جوجل والبوتس عموما كلها اللي بتخش تقرا الويب سايت بتاعك يبقى شايف ايه الكونتنت اللي موجود هنا. في مين، هنا في سيكشن، هنا في صورة. ما يبقاش كله ديف تحت بعضه كده، مش منطقي. فاحنا اللي هنستخدم حاجات من هنا. وده شكل البيج بتاعتنا، خلينا نرسم هنا كده. ده الهيدر. طبعا معظم الويب سايتس دلوقتي بتدخل الناف جوه الهيدر، الناف اللي هي المنيو بتبقى جوه الهيدر. فانا هقول كل دي الهيدر. بعدين هنا عندنا كده كل المنطقة دي المين سيكشن. المين سيكشن هو اول حاجة جوه البودي بتاع ال HTML. وبعد كده عندنا في الاخر خالص الفوتر. طيب جوه في sections، في article، في aside، احنا مش هنستخدم كل ده. احنا هنستخدم section بس، يعني للتوضيح بس في النقطة اللي احنا هنتكلم فيها. فخلينا نبدأ في كود بن. اول حاجة هنعملها ان احنا عايزين نحط header. فهبدأ بعد البودي بتاع ال HTML هكتب المين تاج بتاعنا. ده المين تاج. جوه المين هيبقى عندي السكشن. طيب والسكشن ده هديله بس كلاس، هنسميها مثلا سيكشن عادي. طيب جوه السيكشن هيبقى عندي كونتينر. ليه كونتينر؟ هقول لكم دلوقتي ليه عملنا كونتينر ومحطناش الهيدنج على طول. طيب الكونتينر ده برضو هحتاج اعمل له كلاس كونتينر بس كده. وبعد كده هيبقى عندنا ال h1 بتاعنا اللي هو هيبقى جواه كلمة، ونقفل ال h1. بس بسيطة خالص، ما عملناش اي حاجة غير ان احنا كتبنا الكلمة دي. طيب ليه بقى الكونتينر
مش ال H1 على طول جوه السكشن. السكشن هو بيكون لامس الأطراف بتاعت السكرين بتاعتي من هنا لهنا، ده كل ده السكشن بتاعي. طيب بعد كده عندي كونتينر، الكونتينر لازم يكون فيه الويدث اللي هظبطه للويب سايت. يعني مثلا هيبقى من هنا، سوري، هيبقى من هنا لهنا كده، ده الويدث بتاع الويب سايت. مهما الشاشة كبرت او مهما كان اليوزر اللي بيستخدم الويب سايت عنده شاشة عملاقة، هو في ويدث للويب سايت. بعد كده دي وايت سبيسز في اليمين والشمال، فما ينفعش يبقى السكشن هو البوردرز بتاعتي مفتوحة على البحر. يعني لو واحد عنده سكرين الوايد بتاعت سامسونج دي اللي هي الترا وايد، الويب سايت هيبقى عامل ازاي؟ يعني ممكن يبقى بيلف دماغه كده يقرا ويلف دماغه كده يقرا، اللي هو ما ينفعش. فاحنا هنا دلوقتي عايزين اول حاجة نعملها ان احنا نظبط الويدث بتاع الويب سايت. طبعا احنا مش هنشوف الكونتينرز جوا بعض، فهنعمل بوردرز عشان نشوف الحاجات دي. خلينا نتارجت اول حاجة السكشن، وهقول ان ده انا عايزه فليكس. وخلينا نتارجت برضو الكونتينر. خلينا نحط البوردرز بتاعتنا عشان نشوف. بوردر، خليه مثلا 1 بيكسل. وهنعمل نفس الكلام برضو على التاني. كده اهو. كده احنا عندنا، كده احنا شفنا الفرق ما بين السكشن والكونتينر. طيب انا الكونتينر بتاعي عايز يكون فيه ويدث، يبقى هعمل له الماكس ويدث بتاعه هيكون مثلا 1366 بكسل. ده الديفولت اللي انا دايما بشتغل بيه. فالمفروض ان هو يديله الويدث. خلاص خلينا نعملها ويدث بس كده. ده الويدث بتاع الويب سايت. طبعا انا عايزها في النص، ما تبقاش جاية على الشمال كده، فخلينا نعملها justify content center. لو حد مش عارف ال justification وال flex في هنا كل الشرح بتاع الحاجات دي. طبعا يعني اي ريفرنس محتاج ترجع له في ال HTML وال CSS، يفضل ترجع ل W3 Schools او MDN اللي هو بتاع فايرفوكس. عليهم كل حاجة محتاج ان انت تشوفها على بالنسبة يعني لل HTML وال CSS. هسيب اللينكين دول في الديسكريبشن عشان لو حد عايزه. طيب معلش حاجة كمان بس عشان نبقى شايفين بوضوح. هعمل بادنج جوه السكشن. هديله مثلا 2 ريم. كده بقت الدنيا واضحة عندنا. أول حاجة ده السكشن الكبير، بعدين جوه عندي الكونتينر بتاعي اللي مظبوط عليه الويدث بتاع الويب سايت، وبعدين جواه الهيدر. فهنا عندي main section container header. دي أبسط فورم للي احنا عايزينه. تمام، تعالوا بقى نشوف البيج بيلدرز هتعمله ازاي. اول حاجه خلينا نروح Elementor الاول. دي مكتوبه اهي، دي صفحه Elementor ودي صفحه بريكس. اول حاجه انا عايز اعملها هنا ان انا مفيش غير كونتينر، مفيش حاجه هنا اسمها سيكشن. تمام، ودي اول حاجه غلط، او المفروض يبقى اسمه سيكشن، بس ما علينا. هنحط كونتينر. لو فتحنا الاستراكشر بتاع الصفحه هنا كونتينر، انا شايف ان الكونتينر جواه حاجه اهو. ده الويدث بتاع الويب سايت اللي احنا اتكلمنا عليه. فلو فتحته هنا مفيش، انا ماليش اكسس عليه، ماليش اكسس ان انا اedit او اغير حاجة جوه هنا. هو انا باكسس على ده. طيب خلاص، تعالوا نحط الهيدر بتاعنا. نعمل بلس ونحط جواه هيدنج. فكده الهيدنج بتاعنا اهو. هنكتب برضو نفس الكلمة بس، ونعمل ببلش. هروح هنا على الايكون دي الصفحة على الفرونت اند. هعمل انسبكت عشان انا عايز اشوف بقى دي ال H2 بتاعتي. طيب فين المين تاج؟ المين تاج اهو. تمام، المين تاج جواه ايه بقى؟ جواه page header. ماشي، يعني
ما علينا من النقطة دي. page header ده اللي هو التايتل اصلا، مش الهيدر بتاع الويب سايت. خلينا من اول الكونتينر بتاعنا او السكشن بتاعنا. ده اولنا سكشن، جواه div، جواه div تاني classes مش منطقية، جواه div تاني icon inner، يعني مش فاهم بس قصدهم container تقريبا. بعدين جواه div تاني، div تاني، ايه لازمة كل ده اصلا مش عارف. وجواه بقى ال h2 بتاعي، وانا ممكن اغيره اخليه h1 يعني، بس ما علينا. ده الهيدر بتاعي. شوف كام واحدة يعني. من هنا مثلا ده السكشن 1 2 3 4 5 6، والإليمنت رقم 7. احنا عندنا 6 مراحل لحد ما وصلت للهيدر بتاعي. خلينا نسيب إليمنتر ونروح لبريكس. هنا عندي سيكشن وعندي كونتينر وعندي ديف وبلوك. طب ايه الفرق بين الديف والبلوك في بريكس؟ مفيش فرق غير ان البلوك واخد ستايلنج، الديف بيور. يعني هيبقى عامل رابنج للحاجة اللي انت حطيته عليها وبس، مفيش اي حاجة تاني. هما الاتنين زي بعض، الفرق ستايلنج. ده واخد الفول ويت، ده بيراب الاليمنت اللي انت حطه عليها بس. خلينا نحط سيكشن. هو حط لي هنا سيكشن وجواه كونتينر اوتوماتيك الطبيعي، اللي هو هنا ده السيكشن وده الكونتينر. انا شايف الاتنين، اقدر اعمل ستايلنج على اي واحد فيهم. طيب جوه ده هحط الهيدر بتاعي. خلينا برضو نسمي الهيدر اهو. وهنسيف ونشوف ده في الفرونت اند. هنعمل انسبكت، نفس الكلام اهو. هنا انا عندي السكشن بتاعي، ده المين تاج اهو، المين اهو. جواه سكشن، جواه div واخد كلاس اسمه بريكسي كونتينر، وجواه الهيدنج سيكشن كونتينر هيدنج بس، مفيش اي حاجة تاني. ففي الحالة دي انا اقدر استخدم البيج بيلدر ده، لان هو احنا محتاجين بس نعرف ان كل element بتضاف في ال HTML او في الدوم هي بتزود من التقل بتاع الويب سايت. انت عمال تعمل نستنج الحاجات اكتر، عمال تحمل على السيرفر اللي هو بيلود الصفحة، كل دي حاجات اكتر. يعني دي نقطة واحدة في المقارنة. احنا ممكن نقارن بعد كده الكلاسز في Elementor وفي بريكس. هتشوفوا فرق رهيب في البرفورمانس، فرق رهيب في الكنترول، يعني حاجة مختلفة تماما. فدي كانت النقطة اللي أنا عايز أوضحها النهاردة، ليه بريكس مش إليمنتور. فخلينا بقى نشوف في فيديوهات تانية نعمل مقارنة عن بقية النقط اللي موجودة ما بينهم والفروقات، ونشوف انتوا هتختاروا ايه. اشوفكم في الفيديو الجاي.